السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم طيبه. وصفتنا لليوم ان شاء الله غتكون عباره على صابلي اللي كان من الاختيار ديالكم في السونداج اللي حطيت لكم في الانستغرام. فغنقترح لكم اول شكل ديال صابلي اللي غيكون بالنوغا، واحد الصابلي اللي تيجي مقرمش رائع وحتى الشكل ديالو والنوغا اللي درنا فيه تتعطيه واحد الجماليه اكثر. ان شاء الله غنخدموا النوغا هاد المره بالزريعه، وبالنسبه للصابلي غنخدموه بالسبيكيلوس اولا بالنكهه ديال سبيكيلوس. قبل ما نبدا معكم المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الصابلي اللي عندنا اليوم، بغيت نذكركم بالرابط ديال الانستغرام، غتلقاوني حاطه لكم في الصندوق ديال الوصف، فيه تتعرفوا على الوصفات الجديده اللي تتحط في القناه قبل ما تحط. ممكن تطرحوا عليا الاسئله ديالكم، تعطيوني الاقتراحات ديال الوصفات اللي تبغيو تشوفوهم كذلك في القناه، وغنخلي لكم كذلك الرابط ديال الموقع التابع للقناه فيه المقادير تتكون مكتوبه، فقط تتكليكيو على الرابط وتتخرج لكم المقادير ديال الوصفه اللي تفرجتوا فيها هكايا مكتوبه. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، فاول حاجه غنبداو بها وهي لاباط ديال صابلي. نقترح عليكم هاد لاباط ديال صابلي اللي ممكن تعتبروها باز وتخدموا بها حتى هي تجي زوينه ورائعه في المذاق ديالها. غنحتاج ليها واحد جوج البيضات يكونوا بالحراره ديال المطبخ، تقريبا 50 غرام. عندي كذلك واحد 150 غرام ديال الزبده الحيوانيه، ودائما تنقول لكم بان الزبده الحيوانيه تتبقى احسن زبده ممكن اننا نخدموا بها الصابلي، تتعطي واحد النكهه رائعه تكون بالحراره ديال المطبخ. عندي كذلك واحد 100 غرام ديال السكر كلاصي اللي تنكون غربلته من قبل. وعندي هنايا واحد جوج المعالق كبار ديال اللوز اللي تناخدو غير تنمسحو وتنطحنو بقشورو. عندي قبيصه ديال الملح، وعندي كذلك النكهه ديال سبيكيلوس. بالنسبه للنكهه ديال سبيكيلوس فتتباع عند الناس اللي تيبيعوا اللوازم ديال الحلويات، تتعطي واحد المذاق اللي هو رائع جدا. تتكون على هذا الشكل هذا. الا ما كانتش ممكن تعوضوها باي نكهه، ممكن ديروا القرفه، ممكن ديروا اي نكهه بغيتو، القهوه حسب الرغبه. وعندي كذلك الفرص اللي تيبقى حسب الخليط. بالنسبه للطريقه ديال صابلي، الطريقه التقليديه تناخذ القصريه ديالي تندير فيها الزبده اللي قلت لكم ضروري ما تكون بالحراره ديال المطبخ، وتنزيد ليها هذاك السكر كلاصي وكذلك هذيك القبيصه ديال الملحه، وتنبقى نخدمها مزيان مزيان حتى تترجع ليا فحل البوماد. من بعد تنزيد ليها هذوك جوج ديال البيضات، تنخلط الكل جيدا كيف ما تتشوفوا. من بعد تنزيد هذيك النكهه ديال سبيكيلوس اللي عندي، تتكون على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم ممكن ديروا اي نكهه، ولكن صراحه هاد النكهه هذه ديال السبيكيلوس من افضل النكهات اللي ممكن اننا نستعملوها في صابلي. ممكن كذلك ديروا حتى القرفه كيف ما قلت لكم. تنزيد من بعد هذاك اللوز اللي بقشورو اللي تا هو ممكن تعوضوه بالكوك محمر، ممكن ديروا الكاوكاو اللي بغيتو. ومن بعد تنبقى نجمع العجين ديالي غير بالاطراف ديال الاصابع، كيف ما تنقول لكم دائما صابلي ما تيدلكش. تنبقى نزيد في الفرص وتنجمع بالاصابع حتى تنحصل على هكايا واحد العجين تتكون رطبه. وباش نعرفوا القوام ديالها تنحطوا هكا الصبع ديالنا وما تتكونش تلصق لينا. من بعد تناخذ العجينه ديال صابلي تنديرها في الثلاجه واحد المده ديال نصف ساعه فقط، دابا الحال بارد. ومن بعد تنخدمها عادي، سواء انني تنطلقها وسط واحد البابي دو كويسون او لا بلاستيكه عاديه. بالنسبه للسمك فتيبقى حسب الرغبه. بالنسبه لهاد الصابلي هذا ما عنديرش وحده مع وحده، عندير غير وحده فقط، يعني حبه واحده فقط. فعنديرو شويه غليظ، تختاروا هكايا الطابع اللي بغيتو حسب المتوفر وكذلك حسب الرغبه. تنديرهم سواء في البابي كويسون، سواء تنديرهم مباشره في اللاطه بلا ما ندير ليهم البابي كويسون، ما يحتاج وما تيلصقوش. تنديرهم على واحد الفران اللي يكون سخون غير شويه،
وتنخلي ليهم العافيه غير شويه حتى تيذهبوا ليا من التحت، وتنشعل عليهم الفوق وتيكونوا جاهزين. ودابا غندوزو باش نحضروا النوغا. بالنسبه لهاد النوغا من افضل انواع النوغا اللي ممكن انكم تجربوها، خصوصا فيها هذاك المذاق ديال الزريعه المالح مع الحلو، تيعطي واحد النتيجه رائعه جدا في المذاق ديالها. بالنسبه للمكونات ديالها غنحتاج 150 غرام ديال سنيده. بالنسبه للزريعه تتباع عند الناس اللي تيبيعوا اللوازم ديال الحلويات، تتبقى على هذا الشكل هذا. وهكا عندنا ميزاننا حسب يعني كيفاش حنا بغينا لا تكستور تكون. انا تقريبا هنايا درت واحد الكاس كبير. وغنحتاج كذلك 25 غرام ديال الزبده اولا هكايا معلقه كبيره ما تكونش عامره. وغنحتاج واحد المعلقه كبيره ديال العسل. وعندي كذلك واحد 2 معالق كبار ديال الجليكوز. تنكون ديجا دايره في الكاسرونه هكا باش ما يهربش ليا العبار. بالنسبه لهذاك الجليكوز تنزيد عليه العسل، تنزيد عليه كذلك سنيده، وتنزيد عليه الزبده، وتندير الكل فوق النار وتنحرك شويه حتى تذوب ليا سنيده. ماشي تتولي ليا هكايا كغاميليزي، انما جوست هكا تذوب لينا وما تيبقاوش هذوك الحبيبات تيبانوا، وتتبقى هكايا تيولي تيتبخ. غتشوفوا لا تيكستور ديالو كيفاش تكون. وهكاك تنحيدو ملي تنحصل على هذه النتيجه هذه، تنحيدو من فوق البوطه وتنزيد عليه هذيك الزريعه. كيف ما قلت لكم بالنسبه للزريعه فتيبقى عينكم ميزانكم. تنزيد هذيك الزريعه وتنبقى هكايا تنخلط على هذا الشكل هذا حتى تنتاكد بان هذيك الزريعه ديالي تلبسات تماما بهذاك الخليط اللي عندي. وهنايا ممكن ديروا اللي بغيتو، ممكن ديروا بلاصه الزريعه ديروا زريعه الكتان، ممكن ديروا الزرارع، ممكن ديروا جنجلان، اللوز هكايا كونكاسي يفيلي، الكاوكاو حسب الرغبه ديالكم. اي نوع كذلك ديال الزرارع بغيتو ديروا ممكن انكم ديروا. هنايا ملي تتلبس ليا كامله تناخذ تناخذ هادوك المولات ديال السيليكون على هذا الشكل هذا، او لا على حسب الشكل ديال الصابلي اللي انا استعملت. سواء تديروا هذاك المرهشم على الشكل ديال شميشه، سواء تطلقوا غير لاباط صابلي تتشمع شويه في الفران عادي وتديروا فوق منها وتتقطعوا هكايا بالموس وتتعاودوا تدخلوهم عاوتاني للفران. بالنسبه لهادو اللي عندي ديال السيليكون تقريبا درت فيهم 5 غرام اولا عينكم ميزانكم. تدخلوهم على نار اللي تكون مجهده 4 دقائق تيكونوا واجدين لينا. ومن بعد تنعاودوا نديموليوهم بواحد الطريقه اللي هي سهله جدا. هذا هو صابلي ديالنا من بعد ما طاب فعلا تيجي غير بوحدو مع هذيك النكهه ديال السبيكولوس تيجي رائع جدا. وهذه كذلك هي النوغا من بعد ما تحمرت لينا. تناخذ تعليكه، اي تعليكه بغيتو، اي لصاق ديال صابلي ممكن ديروا. بالنسبه لهاد التعليكه هذه فانايا خدمتها بالنكهه حتى هي ديال سبيكولوس. حنقترحها عليكم ان شاء الله في الفيديو القادم. او لا اي تعليكه معتمده عندكم ممكن انكم هكايا تخدموا بها. هذه كانت شيطاليه وزدت عليها النكهه كيف ما قلت لكم ديال سبيكولوس، هي تجي زوينه. غنقدم لكم المقادير ديالها ان شاء الله في الفيديو الجاي. وتيكون هذا هو الفيديو ديال اليوم، صابلي بالنوغا ديال الزريعه. نتمنى ان فيديو اليوم من الاعجاب ديالكم. شكرا جزيلا على حسن المتابعه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.